وصفة متبل الباذنجان المشوي من أطيب أنواع المقبلات اللي بنقدمها على سفرتنا، وأنا بحبها كوجبة غدا رئيسية. بعمل متبل باذنجان وبقلي على جنبه بطاطا وصحن فتوش أو صحن تبولة. من أطيب أنواع الغدا عندي. كتير بحب الأكل النباتي، ومتبل الباذنجان طريقته كتير سهلة وبسيطة. بنشوي الباذنجان إما على الفحم، أنا عندي هيدي الحديدة لشوي الخضرة كتير بحبها. شويت الباذنجانات أبدا ما بغسل الباذنجان بعد الشوي، بنشيل راس الباذنجان بقطعها بالنص زي ما انتو شايفين، وبالمعلقة بنشيل لب الباذنجان بطريقة كتير سهلة بدون ما نوسخ. أكبر غلط اللي بتقلك بعد ما تشوي الباذنجان إنك تغسليه، راحت كل طعم ونكهة الشوي منه. لازم نحافظ على نكهة الشوي فيه، إنه نحنا بنشيله بهاي الطريقة. أي طريقة سهلة لاستخراج اللب من قشر الباذنجانة من بعد ما نشويها، بس مش بطريقة إنه نغسل الباذنجانة أبدا. ما عاد فيها طعم المتبل الأصلي اللي هو نكهة الشوي. بعد ما شلت بالمعلقة بكل سهولة لب الباذنجانة من القشر، الباذنجان المتبل بتفرم على السكين. هيدي الطريقة التقليدية الأصلية لجداتنا وأمهاتنا، ولأطيب متبل باذنجان. مش بنفرمه على المكنة. إذا بدك تعمليه على المكنة بده يكون الفرم خشن، يعني مرتين ثلاثة بس، ما بيتعمل ناعم أبدا. متبل الباذنجان الأصلي بيتفرم على السكينة عشان تحصلوا على هيدا القوام اللي بتحسوا فيه بطعم اللب. طبعا ما في مقادير، أنا هون عاملة الباذنجان معلقة صغيرة توم، الطحينية شي 4 معالق حسب كمية الباذنجان، وملح وعصير ليمون، وزودوله شوي العصير الليمون طيب معه، وزيت زيتون شي معلقتين زيت زيتون. دايما خدوها قاعدة، المتبل الباذنجان او الحمص هن بيعتمدوا على الكمية. ما في انه مقدار عنا كيلو بنحط له هيك. عمرن جداتنا وامهاتنا ما عملوا متبل الباذنجان بالمقادير. لازم تتعودوا على تحضير بعض الوصفات التقليدية بالطريقة الصح، انكم انتوا على النظر تقيموا قديش بدهم، وكمان انه نحنا على التذوق بنعتمد على الاضافات الزيادة. انا ابدا ما بحط لبنة ولا لبن روب زبادي لمتبل الباذنجان. توم، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، وطحينية، صلصة الطحينية. خلطتن كتير كويس، دقتن، عرفت شو بدن زيادة، وزودت الطحينية وعصير ليمون ورشة ملح، وحطيتهم بصحن التقديم. زينوهم بالطريقة اللي بتحبوها، فيكم تحطوا رمان، بابريكا، اللي بدكن اياه، وبيتقدموا من أطيب المقبلات اللي دايما بتزين سفرتنا. أنا قدمتهم مع صينية السمك المقلي ورز الصيادية، وباقي الأطباق اللي قدمناها مع السمك المقلي. عملت متبل باذنجان دايما بيرافق السمك المقلي أو المشوي. وكمان عملنا بطاطا حرة، هيدي من الأطباق المشهورة عند أهل بلاد الشام. لما بنعمل صينية أو سفرة فيها أسماك بنقدم سلطة الطراطور الطحينية، بطاطا حرة، بطاطا مقلية، متبل باذنجان، وبيعملوا تبولة وبيعملوا فتوش وكتير أطباق. أهم شي المتبل.